السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ انا المقادير معلش انا اتمسحت من عندي، فانا اللي هقول لكم على اللي انا حطيته. حطيت 3 كوبايات من الميه الدافيه، ومعلقه وربع من الخميره الفوريه، ونص كوبايه سكر، وكوبايه الا ربع من الزيت، وحطيت معلقه خل. معلش بقى الحته دي اتمسحت. هنزل بقى بالدقيق، بالكيلو ونص الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلم بقى العجين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه احنا عايزين العجينه تكون ناعمه وطريه، وتكون ملزقه حاجات بسيطه في ايدينا، يعني مش كتير، حاجات بسيطه كده بالشكل ده كده. بنلم بقى العجين، بنلم الدقيق كده بالميه، ولو احتاجنا طبعا ميه بنكمل الميه الدافيه، بتسرع كمان معانا بس من الخميره، من تنشيط الخميره، بس مش ميه سخنه قوي علشان ما تموتلناش بس الخميره. هلم الدقيق كده. انا مش عايزه افصل معاكم عشان تشوفوا الخطوات. بننزل على الجناب كده بتاعت الطبق بالشكل ده. بكمل بقيه لم العجين. انا مش هحط ميه لما الم الاول العجينه كده كلها مع بعضها عشان اشوفها في ايدي والت فيها كويس. ما تحطوش الميه بتاعت المقدار بتاع الميه كله مره واحده. يعني انا كنت محضره 4 كوبايات من الميه، بس طبعا مش هتاخد كل ده. هنا يا دوبك هلم اهو، عشان احنا قلنا احنا عايزينها ايه، طريه وملزقه في ايدينا حاجات بسيطه. شايفين؟ هلم بقى العجينه ديت ونعم فيها، قلت فيها كويس. هي مش هتاخد ميه تاني، ولو خدت هقول لكم انا حطيت قد ايه، بس انا هلمها عشان انا مش مالكه بس اعملها كده قدام الكاميرا. بس هاخد بس معلقه ميه بس عشان اللي تحت ده. خليت انا بقى العجين كويس وعجنه كويس عشان انا عايزاها عجينه طريه وناعمه تكون معايا. انا كده بقى عجنت العجينه ولميتها كويس اهو. بصوا العجينه طريه ازاي وناعمه. عايزه بس خمر يكون إيه عجن يكون كويس وتلت كويس. انا ما حطيتش ميه زياده عن ال3 كوبايات والمعلقه اللي انا حطيتها معاكم، ما حطيتش اكتر من كده، عشان طبعا عارفين من دقيق دي بيحتاج يعني كل دقيقه على حسب نوعيته بيحتاج ميه قد ايه. شفت العجينه عامله ازاي معايا، طريه وجميله اهي بالشكل ده. طبعا انا ما جيتش اللقطه بتاعت المقادير وانا بحطها. انا حطيت 3 كوبايات من الميه الدافيه، ومعلقه وربع من الخميره، نص كوبايه من السكر، وكوبايه الا ربع من الزيت، وحطيت رشه الملح، وحطيت معلقه خل، وحطيت اللهم صل على النبي في الدقيق كان كيلو ونص دقيق. حطيت طبعا رشه من البيكنج باودر، دي نسيت اقولها لكم، وطبعا رشه الملح. عندي الدقيق العجينه بقت حلوه جميله وناعمه اهي، تلزق حاجات بسيطه في ايدينا. هغطيها بقى عشان بس وشها ما يقشر، بينشفش معانا ويقشر كده. احنا في السقعه. عندي بقى العجينه كده هغطيها كويس، وعندي ميه سخنه عشان بس تسرع معانا عمليه التخمير. هوريها لكم. عندي بقى ميه سخنه كده، احط فيها طبعا العجين بالشكل ده. ده بيتسرع معانا بس من عمليه التخمير في فصل الشتاء. هسيبها بقى لغايه اما تخمر ونرجع نكمل معانا بقيه الوصفه. دي بقى العجينه اهي بعد ما خمرت اهيت بالشكل ده. شيل الفوطه دي كده، شيل الكيسه.
هنشيل كل العجين اللي فيها دلوقتي. ههبط بقى العجين من التخمير. هنلم كل العجين بقى وهقرص بقى. انتوا ممكن تحطوه على رخامه وتروحوا جايين عاملين الكره اللي انتوا على قد استعمالكم، يعني اللي انتوا عايزين، كبيره صغيره دي حاجه ترجع لكم. بس هننزل كل العجين ده. هعمل كور بقى صغيره على قد القرصايه اللي انت عايزاها. نزل العجين من على ايدي ده. انا بليت ايدي بالزيت، شويه زيت كده علشان تبقى سهله معانا ما تلزقش بالشكل ده كده. طبعا انا قلت الحجم اللي انتوا هتبقوا عايزينه. ونكورها بقى كويس. شيل بس شايفين بالشكل ده كده. هنكورها بقى كويس ونلفها كده كويس. طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه. اعمل معاكم كمان واحده. حطاهم بقى على كيس، على كيس كده عشان ما تلزقش على صينيه. برضو بليت ايدي كده. اخدت حته عجينه اهي. هو اسهل لك ان انت تعمليها، بس عشان انا عندي بس المكان فباخد قطعه قطعه كده. واعمل القرصه بقى على حسب اللي انت ايه الحجم اللي انت بتبقي عايزاه. عملتها بالشكل ده وتبرميها وتلفيها كده كويس على ايدك، تبقى العجينه ناعمه كده في ايدك، مش منحكشه كده. والتانيات كلها تبقى تحت كده. البرمه اللي انت عملتيها دي بالشكل ده كده زي السره كده بالشكل ده. اكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. انا قرصت كل كميه القرص اهوت. هسيبها بقى ترتاح كده 10 دقايق واغطيها وارجع لكم. معلش عشان النور قطع، فانا بوريكم بس ايه ده النور كده الكشاف كده. هغطيها بقى وارجع لكم تاني. يكون 10 دقايق بس، يكون 15 دقايق وارجع لكم تاني. مش يا حبايبي؟ سايباها بقى بالشكل ده كده الحلو ده كده. العجينه بعد ما ريحتها كده 10 دقايق بالشكل ده، كنت مغطياها الكيسه، كنت دهناها بشويه زيت. معلش بقى عشان النور قطع، فانا بعمل لكم عشان اسيبه يخمر بقى. فانا هشيل الطبق ده كده. نجيب الترابيزه هنا كده بالشكل ده كده. ونمسك القرصه ندهنها دهنه كده من الزيت. ودهنه برضو بايدينا عشان بس ما تلزقش فيها العجين بالشكل ده كده. هي ما شاء الله العجينه كملنا ريحناها ما شاء الله حلوه. انا الكاميرا مش باينه بالشكل ده كده. انا معلش بقى علشان النور قاطع بس، فانا بوريكم. وانا هعمل بس مع نفسي اكمل، بس عشان النور عندنا طبعا في كل منطقه دلوقتي بقى بيقطع بالشكل ده. ونحاول نخليها متساويه، تبقى كلها دايره واحده، يعني متبقاش حته طالعه ولا حته كده نازله بالشكل ده كده. احطها في الصينيه. شفتوا السمك بتاعها؟ السمك بتاعها. وحاطه دهنه هنا على دهنه زيت عشان برضك ما تلزقش معايا. عندي برضو جبت لكم واحده تانية اعملها دهنه برضو بايدي، دهنه كده بسيطه من الزيت وتحت العجينه تحت القرصه بالشكل ده. بايدينا ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود يعني بالشكل ده كده. انا طبعا مكبره القرصه، فانتوا اللي انتوا يعني تكبروها تصغروها ده حاجه ترجع لكم بالشكل ده كده. السمك بتاعها يبقى يعني اقل من سنتي، ويكون عاملينها دايره حلوه كده، يعني متساويه كده، مش حته طالعه وحته نازله بالشكل ده كده. هشيلها بقى كده بالشكل كده يا حبايبي. هكمل بقى بقيه الكميه عشان بس ما اعطلكوش، وعشان النور بس وعشان الوقت. هخلصها وارجع لكم بقى. بصوا انا خبزت اهو، بخبز الصواني اهيت بالشكل ده.
والصينيه دي كمان هكمل بقيه الصواني كلها واسيبها لغايه ما تخمر خالص، وقبل ما ادخله الفرن هوريه لكم. عندي بعد ما العجين مخمر بالشكل ده بقى كده اهو، خمر بالشكل ده، هشيله كده وادهن وشه لبن بشويه سكر كده. انا قايده الفرن قبلها ب10 دقايق عشان ادخله على نار سخنه. دهنت وشها اهي، وقايده الشوايه من فوق بالراحه خالص، يعني مش عاليه، بس النار من تحت عاليه، هي لازم تدخل على درجه حراره عاليه. هدهنها وادخلها بقى الفرن. عندي اول صينيه طلعت اهي بالشكل ده، القرصه طلعت طريه وجميله اهي، شايفين التسويه بتاعتها حاجه كده تحفه. انا بغطي وشها بفوطه تكون منديه كده ميه. وطلعتها هوريكم بقيه الصواني، ولما اخلص خالص هوريها لكم. انا حطاها في الفرن، الفرن عالي من تحت والشوايه على حاجات بسيطه، كل شويه بغير الصينيه او الصاج اللي انا ببقى حاطه فيه. هنا بقى بالشكل ده كده، معلقتين لبن ومعلقه سكر وذره فانيليا كده بتديها ريحه حلوه. بالشكل ده بدهن الوش، ممكن ما تدهنش الوش عادي يحمر برضك. بدهن كل الصواني كده بالشكل ده، وهدخلها بقى الفرن. كملها بقى ووريها لكم لما يخرجوا يطلعوا خالص. انا خلصت بقى كل الكميه بالشكل ده، القرص طريه اهي وحلوه، الصوره بتاعتها بالشكل ده كده. امسكي كده، تعالي يا سنتي، امسكي انتي فيكي كده، امسكي التليفون، امسكي القرص. عامله ازاي جميله، عايزاكم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. متنسونوش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ودي بقيه الكميه التانيه، عايزاكم برضو تجربوها. متنسونوش بقى يا حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.